أحدهم بسرقة سترتك، فتصرخ مطالبا باستعادتها، لكن اللص يسرق حينها قبعتك، فتواصل الصراخ من أجل استعادة السترة، ولكنك بالكاد قد تحصل على القبعة، وحينها تنسى سترتك التي قاتلت من أجلها في المقام الأول. هكذا يطل علينا الغرب دائما بسياسته، منصبا نفسه شرطي المنطقة التي تعاني من مشاكل معقدة تكفي وحدها أن تفتت أراضيه، لتبقى في الأخير لغة الترتيبات وتبادل الأدوار هي من تحكم مصائر شعوب العالم الثالث، ولا سيما الشرق الأوسط، رغم انقضاء عصور الاستعمار الظلماء. فالمتابع للأوضاع العامة للمنطقة بقضاياها المتفجرة خلال الأعوام والشهور القليلة الماضية سرعان ما يدرك أنها قد تكون مهيئة لتسويات سياسية تتعدى الحدود الجغرافية لدولها، تتبادل فيها عواصم إقليمية من وراء الكواليس دور المنفذ للمساعي الغربية حسب ما تتوجب المصلحة. فمع اشتداد وطأة الصراع السوري الدموي الذي تجاوز 3 أعوام، وتصاعد التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية لنظام الأسد عقابا منهم على استخدام السلاح الكيماوي ضد شعبه أغسطس الماضي، شاهدنا وزير الخارجية السوري يستجدي بزيارات مكوكية مزيدا من دعم حلفائه الإيرانيين والروس، لتقضي في النهاية إعلان وليد المعلم تسليم دمشق ترسانتها الكيماوية من أجل تفادي الضربة العسكرية الوشيكة. وسرعان ما أعقب ذلك تقارب ملحوظ بين العدوين السابقين إيران والولايات المتحدة أفضى في نوفمبر الماضي إلى اتفاق مبدئي حول ملف طهران النووي المثير للجدل، رغم وصم نظام الشاه منذ اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979 واشنطن وحلفائها الغربيين بالشيطان الأكبر. ثم توالت الأحداث وتكشفت وجود اتصالات أمريكية إيرانية منذ عام 2008 لعب فيها وسيطا أمريكيا خفيا هو بيل بيرنز لتقريب وجهات النظر، مستخدما في رحلاته المكوكية إلى عواصم المنطقة الطائرات العسكرية الأمريكية للطائرات المدنية ومداخل الفنادق الجانبية للحفاظ على سرية مهمته. هذا الوسيط الأمريكي ظهر في دور آخر في القاهرة عقب ثورة 30 من يونيو، سعى خلاله لدمج تنظيم الإخوان مجددا في المشهد السياسي المصري بعد أن لفظ الشعب حكمهم إلى غير رجعة. ومع اتساع دائرة الاعتراض العربية وخاصة الخليجية منها للدور الأمريكي في المنطقة، زاد التقارب بين الإيرانيين والأمريكيين ليتبادلوا التفاهمات بشأن دعم العمليات العسكرية التي شنها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ضد أهل السنة في أنبار العراق المحتجين على حكمه، ما زاد من توتر الأجواء بالمنطقة وفتح الباب أمام مزيد من الجدل حول اللعبة بين العدوين السابقين وما ستؤدي إليه في ظل ما يجري في سوريا ولبنان واليمن وأفغانستان ودول أخرى. كل هذا وأكثر يزيد من دوائر الشكوك لدى الشعوب العربية بشأن ما يدور خلف الكواليس من ترتيبات وتبادل للأدوار بما يخدم البطل الأول الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين بالمنطقة.